السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبألف خير بمناسبة يوم عاشوراء، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بألف خير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض العاشورة بطريقة حلوة جدا، هتطلع معاكي كريمي جدا جدا، حرفيا مش هتبطلي أكل فيها من جمال طعمها. ويلا نبدأ بسم الله. عندي هنا حوالي ربع كيلو من قمح البليلة المقشور. مسكته نقيته كويس قوي من اي زلطة او اي حاجة فيه. بعدين نقعته حوالي 3 ساعات. بعد ال3 ساعات رميت المية بتاعته وغسلته تاني كويس قوي. حطيته بقى في حلة وغمرته تماما بالمية، وحطيته على النار يغلي حوالي غلوتين 3. بعدين طفيت النار وغطيته وسبته من بالليل للصبح. تاني يوم بقى كان فشر معايا واستوى. عندي بقى هنا حوالي لتر من الحليب، عندي 3 معالق كبار من السحلب هرميين، ومعلقة كبيرة هرمية من النشا، وكوباية ونص من السكر، ومعلقة كبيرة من قشطة وش اللبن. تمام. حطيت بقى البليلة بتاعتي على النار وحطيت عليها الحليب، وهسيبهم بقى، هسيب الحليب يغلي مع قمح البليلة والسكر كمان عشان القمح يشرب من طعم الحليب ويبقى طعمه كده غني كويس قوي، يعني طعمه يبقى حلو كده وغني. وياريت الحليب يبقى كده من لبان، ويكون لبان محترم، يعني يكون حليب كامل الدسم. تمام كده. هسيبهم بقى يغلوا مع بعض شوية، هعدلهم النار. بعدين هجيب هنا حوالي 3 معالق كبار من السحلب هرميين، ومعلقة كبيرة من النشا. معاكي معلقة كبيرة لمعلقتين كبار، لان في نشا بيربط على طول من اول معلقة، وفي نشا لا. انا هنا استخدمت معلقه كبيره هرميه من النشا مع 3 معالق كبار من السحلب. دوبتهم كويس قوي في نص كوبايه من الحليب، ونزلت بيهم على خليط العاشوره بتاعي، وبدات انزل بايد واقلب بالايد التانية بمضرب من السلك عشان ما تكلكعش معايا. وسبتهم طبعا يغلوا على النار عندي هنا كانت وسط. بعدين عملت لهم الاختبار علشان اشوف استوت ولا لا. حطيت هنا نقطة على طبق ناشف، وعملتها كده، سبتها تبرد الاول، بعدين عملتها بصباعي طول ما لمتش على بعض. يبقى هي كده استوت. لو لمت على بعض تاني يبقى هي كده لسه ما استوتش ومحتاجة نشا كمان. بعد ما غلت كذا غلوة مع بعض، طفيت النار وحطيت الفانيليا السايلة بتاعتي حوالي معلقة صغيرة. وقلبتها كويس قوي، وبدأت اغرفها في الاطباق بتاعتي. كانت ريحتها حلوة قوي قوي. هي تبان لك هنا ان هي سايلة، بس بجد لما بتخش التلاجة بتبقى كريمية زي ما شفتوا معايا كده في اول الفيديو. هنا بقى كانت بردت بقى ودخلتها التلاجة وغطيتها. عملت بقى الوش المكرمش ده زي ما انتوا شايفين كده معايا، ورشيت على وشها سوداني هنا مجروش. بجد كانت حلوة جدا وطعمها حلو قوي قوي. يا رب تجربوا وصفتي ان شاء الله وتعجبكم. ولو اول مرة بتشوفي قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش اللايك. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامة.